أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة على الهواء مباشرة وبرنامج الفن اسكندراني. زي ما بنعود حضراتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج بنقدم لكم مجموعة من المواهب الشابة الجميلة اللي انطلاقتها دايما بتكون من مدينة الإسكندرية، وغالبا اللي بيطلع من مدينة الإسكندرية بيوصل للعالمية بفضل ناس كتيرة قوي ومجهودات كتيرة جدا. أهمهم الناس يعني القيادات الجميلة اللي بنفتخر بيها، اللي بتكون موجودة في أماكن كتيرة خاصة بالغناء والطرب والموسيقى، زي مكتبة اسكندرية، زي دار الأوبرا المصرية. لكن بيتبقى ان احنا نقول لحضراتكم ان مدينة الإسكندرية هي مدينة الإلهام ومدينة الجمال اللي بيخرج منها دايما الكثير من المواهب الشابة، سواء كانت في مجال الطرب، في مجال الشعر، في مجال الغناء، في مجال التمثيل. كتير جدا من فنانينا الكبار والعظام خرجوا من مدينة الإسكندرية للعالمية، وقبل ما نقول العالمية بيخرجوا طبعا لمدينة القاهرة الكبرى، ومنها للوطن العربي ومنها للعالمية. خلوني الأول أقول لحضراتكم قبل ما أعرفكم بالمواهب الشابة وبحلقتنا النهاردة، خلينا نقول إن إحنا بنحتفل بمناسبتين مهمين جدا، يعني في الآونة الأخيرة عيد الأم. عيد الأم اللي هو أجمل عيد بنقضيه مع وبرفقة الوالدة الأم الكبيرة الجميلة، أمنا الغالية مصرنا الحبيبة. وطبعا مع أمنا كل واحد فينا مع والدته بيقضي أجمل وقت، يعني بنوع من أنواع الاعتراف بالجميل. لازم كلنا بنقدم لها أجمل الهدايا، وبيبقى أجمل هدية هي الوردة اللي بتعبر عن الحب وبتعبر عن المشاعر الجميلة اللي بين الأولاد وبين الأم. لأن كان في يوم من الأيام في الحبل السري اللي هو حتى لو اتقطع برضو بيكون في علاقة قوية جدا ما بين الأم وولادها. كمان احنا بنحتفل مع حضراتكم النهاردة او في الفترة دي في خلال الاسبوع دوت بنحتفل مع حضراتكم بمناسبة ذكرى ميلاد خالد الذكر سيد درويش. ودايما لما بنقول مدينة الإسكندرية على طول بنفتكر خالد الذكر سيد درويش، وقد ايه أثره في الحياة الفنية والحياة كمان الاجتماعية. قد ايه كانت اغانيه وموسيقاه بتأثر جدا في الشعب المصري، وكانت بتديله همة كبيرة جدا وبتديله دفعة قوية جدا. ما ننساش نقول ان طبعا خرج من عباءة سيد درويش الفنان العظيم إيمان البحر درويش. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة احنا بنرحب فيها مع فرقة الشباب. فرقة الشباب شباب مصر اللي حصل يعني في خلال الأسبوع دوت على جائزة الجمهورية للغناء والطرب. هم صوتهم حلو قوي قوي، هنسمعهم النهارده مع حضراتكم، واعتقد ان هم هينالوا رضا حضراتكم، وبوعدكم ان انتوا هتعيشوا معانا في اغاني طربيه جميله قديمه. ودايما بنقول اللي فات قديمه بيتو على طول. احنا قبل ما نرحب بهؤلاء الشباب هنرحب بالمايسترو الكبير شريف عزت. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا بيك مايسترو شريف. برحب بوجود حضرتك معانا النهارده في الاستوديو بالكوكبه الجميله الشباب، شباب مصر، فرقه شباب مصر. معانا محمد محمود. اهلا محمد. اهلا بيك يا محمد. معانا كمان محمد حسين على الطبله. مش صعب عليك الطبلة دي بس بتتقنها. ومحمد محمود على الكمانجا كمان. اهلا وسهلا بيك. منا فاضل صوت واعد جميل. مصطفى احمد. انا مصطفى احمد. انت مصطفى احمد على الجيتار. نسمة السيد، بسمة عطا السيد، اهلا وسهلا بيكي. ومحمد رجب صوت كمان جميل، اهلا وسهلا بيكم. هنبدا حلقتنا حالا مشاهدينا الكرام، ناخد مع حضراتكم فاصل ونبدا على طول حلقتنا مع فرقه الشباب. بتمنى لحضراتكم قضاء اسعد الاوقات معانا برفقتنا في الفن اسكندراني.
ورجعنا لحضراتكم من جديد في برنامج الفن اسكندراني وفرقة الشباب شباب مصر. على طول معانا هيقدموا لنا أولى الأغاني الجميلة اللي محضرينها لنا إيه؟ عن الأم؟ حاجة الأم طبعا، عن عيد الأم. اتفضل. ثم أمي لحد الآخر
الله الله، انا بسقف لكم، اصواتكم كلها جميله، كلكم اجمل من بعض. والاجمل المايسترو شريف عزت. قد كده فعلا، يعني انا بيجي لي فرق كتيره جدا، يعني كل يوم حد بيكون معايا فرقه مختلفه، لكن انا لاحظت دلوقتي وانا قاعده مع حضرتك في الاستوديو، اللي مش بس حركات الايدين هي اللي يعني بترتب ده يوطي ده يعلي، انت منقي اصوات، كل صوت خامه مختلفه، وكل واحد بيدخل بمدخل، وبتوطي الموسيقى بشكل وبتعلي الموسيقى بشكل. اكيد يعني انا عايزه حضرتك تدينا كده لمحه بسيطه عن اهميه المايسترو في تحريك الفرقه الموسيقيه او الفرقه عامه ان جنرال، والكورال والفريق الاغاني. هو اولا المايسترو مش لازم يكون مزيكا بس، يعني لا، المايسترو يبقى قائد كل حاجه. المزيكا دي اخر حاجه ممكن تفكري فيها طبعا. طبعا الناحيه النفسيه بتاعتهم مهمه جدا، انك ازاي هم كلهم زي الفل بصراحه، تتعاملي معاه وتحترميه وتتعامليه كانسان جميل كده. وبعدين التيمه اللي بينه وبين بعضينا محتاجين تمرين. طبعا محتاجه تمرين. صوتك جميل قوي قوي، بس بتستهلكيه. تعبانه شويه. لا بس صوتك حلو، بس بتستهلكيه. انا حسيت انك بتستهلكيه قوي، رغم ان صوتك اعلى واحد فيهم ما شاء الله. هي بس بقى كمان 17 سنه لسه مظبوطه كمان. بس مستقبلها كويس ان شاء الله قوي. واخده تاني اسكندريه السنه دي ان شاء الله، ومن واخده اول اسكندريه كمان، ده غير بره يعني ان شاء الله. صوته جميل. ومحمد رجب، هم الاربع اصوات جمال جدا، كل واحد فعلا فيه خاصيه، عنده شخصيه. لا لقيتك بتحركهم. محمد مش فاكر، مصطفى على اخر الحلقه حسن الاسماء. مصطفى يعني غنى الكوبليه باثنين توناليتي. كان حلو قوي. انت كويسه جدا. هو قال الاول تحت، بعد كده انا قلت له تاني مره نغير فوق بقى، يقول فوق بقى. مره بالقرار ومره بالجواز. مصطفى مطرب شاطر جدا كمان، احساسه عالي جدا كمان. هم كلهم احساسهم عالي، وحاسين بالكلمه وحاسين باللحن، ده شيء حلو قوي. عايزه اسال كل واحد فيكم احساسكم ايه وانتوا لما حصلتوا على جائزه الجمهوريه؟ هو كان اولا كنا تعبانين جدا في البروفات. قعدنا شهر بروفات قبل العرض. كل يوم بالذات بتتمرن جيتار وبتتمرن صوت. اثنين فكان ضغط من الساعه تقريبا 2 الظهر لحد 7 8 بالليل، فطبعا كان ارهاق على صوتنا. فاحنا اول حاجه عايز اقولها ان احنا عملنا المسابقه غنينا بصوتنا بس، من غير اي مزيكا. بس في حته عايز افهم حضرتك. اتفضل. هي المسابقه كانت بقى سنه ونص بالظبط، قعدت معانا سنه ونص. بتتمرنوا سنه ونص؟ لا، بننافس فيها سنه ونص. الاول مراكز شباب اسكندريه. كويس. بعد كده طلعنا المحافظات، 6 محافظات، قلنا في حته اسمها ابو قير، معسكر ابو قير ده. كان معانا مزيكا وكورال. يعني كل مره بتعملوا بتخشوا مسابقات. فدخلنا المسابقه الثانيه كان معانا 6 محافظات. طبعا المزيكا وقعت مننا يعني، سقطت. الكورال بس اللي طلع. لا والنوع يعني الكومبيتيشن اللي بالشكل ده بيبقى صعب، لان مش كل مره بيكونوا هم بنفس الاحساس، ومش كل مره بيكون يعني صوتهم كويس. ممكن حد فيهم يكون صوته تعبان، او ممكن يكون عنده ظروف. فطلعنا القاهره اللي هي بقى النهائيات بقى اللي اسمها نهايه القمه بين احسن 6 محافظات على مستوى الجمهوريه. الفرقه الوحيده اسكندريه اللي طلع من غير مزيكا. ليه؟ المزيكا سقطت مننا. كل واحد الكورال طلع بالمزيكا بتاعته، فدي كانت مشكله بالنسبه لنا. سقطت منكم ازاي؟ حصل يعني ما نجحوش المزيكا ما نجحتش. بالرغم ان ما فيش مزيكا والكورال فطلعتوا من اي حاجه. فكل حاجه طبعا. فكل الفرق اللي كانت معانا فرقه مزيكا. احنا بقى فكرنا صح، كلنا قعدنا طبعا، الولاد بتوع اسكندريه بصراحه والشباب اللي طلع جيل جدعان قوي. عملنا مزيكا ببقنا اصلا. مش كده؟ ديت انا حاطين ناس تعمل مزيكا. يعني انتوا ما نفعتوش؟ لا ما كانش معانا. لا ما كانش معايا. محمد من الناس الشاطره جدا، مدرب مزيكا معايا من الناس الشاطره جدا. انا مش عازف. انت مش عازف؟ مدرب موسيقى. انت كمان؟ بس ما كنتش موجود معاهم. لا ما كانش موجود معانا. حرام. يبقى كده. لا على فكره محمد يعني يعتبر حاجه جامده جدا طبعا ما شاء الله في الموسيقى. فاحنا طلعنا ودخلنا المنافسه، من اول محافظه نخش احنا. طبعا الميعاد كان 10 الصبح. رحنا الساعه 10 الصبح، قالوا لا هنروح مسرح البالون. طلعنا الساعه 7 بالليل. من 10 الصبح قاعدين، الولاد حصل لهم احباط. لا نوم طبعا. يومين ما نمناش. فالحمد لله الحاجات دي كلها كانت حافز بالنسبه لنا. اللي احنا نشد بقى. اما طلعنا فوق على البس على المسرح زي ما بيقولوا كده، الحمد لله
ففاجئوا الناس بالمستوى كله. الفرقه الوحيده اللي خدت مركز اول بدون موسيقى. بدون موسيقى. هقول لك بقى، انت تقولي لي احساسك ايه؟ صوتك كان تعبان، نفسيتك كان شكلها ازاي؟ احنا اولا طبعا بسمة صح؟ بس طبعا كنا مجهودين جدا، عملنا مجهود كبير جدا. شهرين كل يوم بروفات من 12 ل 6. ده كان مجهود جامد. رحنا هناك مجهود برضو. ميعادنا كان الساعه 10 ان احنا نوصل اسكندريه هنا على الظهر مثلا او العصر، ان احنا نقعد لحد هناك من غير اكل من غير شرب من غير نوم. فكان كل ده مجهود علينا ان احنا نعمل وناخد مركز اول طبعا. فده في حد ذاته انجاز. احنا عملنا اللي علينا وسيبنا الباقي على ربنا. الحمد لله. النتيجه فاجئتنا بصراحه. يعني ما كنتوش متخيلين. لا بس الدكاتره كانوا متوقعين. احنا عملنا حاجه على المسرح كانت فاجئت كل الناس بينا. بس طبعا احنا الناس كلها طالعه بمزيكا، احنا بس اللي طالعين بصوتنا. فدي حاجه جميله. حافز لينا يعني الدكاتره، حافز لينا. قولي لي احساسك كان ايه؟ حسيتي بايه؟ ايه الحركه اللي عملتوها دي؟ بصي، هو الصراحه اصلا يعني ان احنا ناخد مركز اول ده كان انجاز برضو في حد ذاته يعني. طب قولي لي ايه الحركه اللي عملتوها؟ بس عايزه اعرف الحركه اللي عملتوها على المسرح. احنا اصلا الاغاني اللي احنا غنيناها كنا بنغني اغاني، عملنا مزيكا بصوتنا مش من غير اي آلة. غنيتوا اغاني ما حدش غناها. لا وقلنا حاجات ما حدش قالها. عملنا حاجه اسمها كابيلا. يعني غنى بدون موسيقى. عملنا بتاعت كلمني بتاعت محمد فوزي، وعملنا السيد درويش والسالي علي. عملنا الاثنين دول. هنسمع نسمع السيد درويش والسالي علي ان شاء الله. الاغاني الجميله دي. محمد رجب. لا مصطفى محمد رجب. محمد، الصوت ممكن يتعب؟ الصوت ممكن يتعب طبعا. ازاي؟ وازاي بتحافظ؟ انتوا شباب بقى، وممكن لما تخلصوا البروفات تنزلوا مع بعض وتزعقوا وتعالى هنا ومش عارفه ايه يعني ممكن صوتكم يعلى. ازاي بقى بتحاولوا تحافظوا على الاصوات بتاعتكم بحيث ان لا مش هتكلم علشان صوتي يفضل محتفظ بيه وما يعني دي حاجه طبعا ضد هو الصوت ممكن طبعا يتعب من كتر الاجهاد او كتر الغنى او كتر اللي احنا نقول طبقات عاليه. ده هيخلي الصوت اللي هو يتعب. بس احنا ممكن نحافظ على صوتنا، مثلا اللي احنا نحاول ما نزعقش كتير، ما نغنيش بطبقات اعلى من مساحه صوتنا، لان الصوت بيبقى عباره عن مساحه، ليه مساحه معينه صوت. ما ينفعش ان انا مثلا استعير مساحه فوق صوتي او احس بالاجهاد طبعا علميا ما ينفعش في علم النغم، او ما ينفعش ان انا استعير بمساحه ثانيه. لازم اغني في حدود المساحه بتاعتي، وابقى عارف اي مطرب لازم عشان يبقى شاطر يبقى عارف المساحه بتاعته قد ايه، ويعرف اول نوته بيوصل لها من قرار لحد اخر نوته في الجواب يوصل لها، ولازم يبقى عارف هو بيلعب في انهي مساحه علشان ما يأذيش صوته فيما بعد. مظبوط. وده طبعا اللي احنا يعني مرحله الشباب اللي هو ال 13 و12 و14 دايما يقول لك دي مرحله تغيير الاصوات. ده يفضل اللي هو ما يغنيش. احسن يفضل اللي هو ما يغنيش لحد لما يعدي مرحله المرحله. الاصوات الجميله جدا وعندهم صوت كلهم اصواتهم حلوه. عايزين نسمع حاجه، بس انا هقول لحضرتك على سؤال كده تفكر في اجابته لحد ما نسمع الاغنيه. الصوت التوناليتي بتاعته والمساحه بتاعته، هل مع التمرين ممكن تجيب يعني؟ اجاوب ولا استنى؟ لا هنسمع بقى الاجابه بس بعد اول اغنيه. نقول حاجه للسيد درويش ولا السالي قلبي اللي انتوا عايزينه. احنا معاكم وهنسمع. نسمع ايه؟ الاغنيه اللي خدنا بالها هي كانت اغنيه واحده؟ اغنيتين. طيب بس كان العدد طبعا 20. مش مستريحين وانتوا قاعدين يا بنات ولا ايه؟ هم لازم يسمعوا ظهرهم عشان يغنوا بس استقرار احسن. طول النوت. النوت. Leave me
تعبر عن اسكندريه اكيد لازم تكونوا اخدتوا المركز الاول طبعا. بس احنا معانا ميوزك، ما كانش معانا ميوزك بقى. ما كان لا يعني كمان الصوت حلو، واكيد الاغنيه يعني هو حتى كمان انا حافظاها من ايمان البحر درويش يعني كنا بنسمعها طبعا من خلال ايمان البحر درويش طبعا طبعا طبعا. يعني انا مش قادره اتخيل ان في حد في السن الصغير ده بس بيعزف ماهر جدا، عازف ماهر جدا. هو خالد سعد الارتست انا حضرتك يعني بتفرج علينا اكيد دلوقتي بتفرج عليه. دي موهبه يعني انت حد علمها لك ولا انت اللي لقيت نفسك ماسك الطبله كده؟ واصل الايقاع ده مش اي حد يعرف يظبطه على فكره. انا من يعني بقى لي 11 سنه كنت بتفرج على خاله. 11 سنه؟ انت عمرك قد ايه؟ انا عمري 15. 15 سنه يعني ده انت وانت عمرك 3 سنين ماسك الطبله. بس الشهره اصبحت كوكا. ده كوكا عندنا، ده اسالك الثاني بقى. انت عمرك 15 سنه ومن عمرك 3 سنين ماسك الطبله؟ ده بتتكلم جد؟ والله. طب مين علمها لك؟ خاله سعيد. كنت بتفرج هو وبابا، كنت بتفرج عليهم وانا صغير كده، فقعدت مره مع مره كده اتفرج عليهم لحد ما لقيت نفسي بمسك الطبله كده وحاولت. هي صعبه طبعا مش سهله على فكره. مش سهله. فانا يعني حاولت اعرفها وعرفتها. وقعدت بقى اتدرب مع المزيكا وكده، وطبعا وفضلت الاستاذ شريف عزت مع المزيكا وكده فعرفتها. عرفت. بس طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انت ممكن حتى لو مش متمرن خالص تسمع موسيقى فتقوم انت ماسك الطبله وضارب بقى على الطبله، يعني تخترع ايقاع على موسيقى، تعرف؟ ممكن، بس ممكن؟ مش اي ايقاع. لازم يكون في زمن، في نفس الزمن. طبعا في زمن للاغنيه طبعا لازم اكون ماشي عليه. مظبوط. طب اعزف لي اي حاجه على الطبله كده من غير اي موسيقى خالص. والله بسم الله ما شاء الله بتعوج ايدك كده ازاي؟ والطبله ليها اشكال مختلفه، ويعني مش كانت لازم الاول تتسخن ومش عارفه الكلام ده ولا دي القديمه؟ لا دي طبله جلد سمك. سامحني معلش. بيكون في خر وجلد سمك. فالجلد ده بيريح، لازم يكون الالات دلوقتي اتطورت. في سخونيه بتكون تحتها عشان الجلد يشد. ما بتكونش ولا فيها مسامير ولا فيها اي حاجه. دي اللي هي بتاعت الرحلات اللي كنا زمان ناخدها رحله الاقصر واسوان. مش كده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك لاهلك. عايزه اسالكم يعني كل واحد فيكم بدايه الموهبه دي انتوا يعني هل الاهل كان ليهم دور ولا انتوا اللي حبيتوا تلتحقوا باي مكان له علاقه بالفن؟ اكيد الاهل ليهم دور، ان هم اللي بيشجعونا. واحنا برضه اول ما بتيجي عمرك قد ايه بسمه؟ 17. انت في ثانويه عامه السنه دي؟ تانية ثانوي ما شاء الله. فهم اللي بيشجعونا، يعني هم اللي بيسمعونا في البيت وكده، فهم بيبقوا الدافع الرسمي لينا. فمن هنا بقى بنبتدي احنا نعمل الموهبه بتاعتنا. بتلحقي تذاكري وتلحقي تتمرني ولا صعب؟ طبعا. ومتهيألي الطاقه الجميله بتاعت الغنى دي لما بتطلع بتديكي مش كده، بتديكي ريلاكسيشن للدراسه. طيب ومنى قولي لي. انا اصلا بغني من وانا عندي 5 سنين. ما شاء الله، برضو هو من 3 سنين. عندي في البيت اصلا بيشجعوني جدا، هم بيحبوا يقعدوا. عمرك قد ايه؟ انا عندي 19 في جامعه. انا في اولى كليه حقوق. ما شاء الله، حاجه تانية خالص. محاميه ومطربه ما لهمش علاقه اصلا. مره على مره لقيتهم بقى في البيت عايزين يعني يخلوني انمي الموهبه اللي عندي. غنيت في كذا حته لحد ما لقيت استاذ شريف عزت. ومره على مره حبيت شغلي معاه جدا. لقيته بصراحه حد بيفهمنا اصلا من غير ما بنتكلم. وهو حد شاطر الصراحه، يعني عشان كده احنا مايسترو شريف عزت. ترد لي بقى على المقوله اللي انا قلتها لك، هل الصوت مساحته ممكن تعلى؟ طبعا.
مع السولفيج ومع البروفات الصوت يعلى طبعا اكيد. اي حد زي لاعب الكوره كده حضرتك لما بيتمرن كويس بيلعب كويس. لازم يكون هو عنده مساحه. عنده مساحه زي محمد رجب عنده مساحه في مصطفى. عندهم مساحات. بص التمرين بيعلي اي حد. يعني هي كانت يمكن نسمه محجوب اللي هي طبعا الاستاذه بستار اكاديمي كانت بتقول انا قبل ما ادخل ستار اكاديمي اتمرنت كويس قوي في دار الاوبرا على يعني التوناليتي بتاع الصوت لحد ما جابت اغنيه يا طيور اللي هي كسبت بيها المسابقه. كانت اغنيه مش سهله ابدا يعني اغنيه صعبه وطبقات بتاعتها عاليه. فهي بتقول انا قعدت فتره طويله لحد ما اتمرنت ان انا اوصل للمساحه. طبعا دي حاجه مش سهله بس هي اكيد مساحه صوتها تجيب يعني اكيد حد عنده مساحه بس مش عارف يطلعها. صحيح. السولفيج اللي بتتعمل والحاجات دي بتتعمل بتطلع مساحه الصوت. تدريبات مع تدريب طبعا. تدريب على طول اي حد يعني. طيب هتسمعونا ايه؟ بس قبل ما اسمع انا عايز بس اشكر الناس اللي وقفت معانا برضو. وكيل الوزاره عندنا الدكتور محسن الحسن وقف معانا طبعا جدا. والدكتور صفاء الشريف مدير اداره الشباب من الناس اللي ساعدتنا جامد جدا. وكل المشاكل اللي كانت عندنا خلصوا عنا. انت عايزه تكملي حاجه؟ كنت عايزه تكملي حاجه تقوليها؟ كده خلاص خلصتي كل الكلام. اصل انا مش عايزه ارغي كتير. انا عايزه اسمعكم. هنسمعك حاجه يعني قبل ما الوقت يدهمنا ويخلص انا عايزه اسمع اصواتكم. هنسمعك يعني يهمني ان احنا نسمع اكتر من نتكلم. طيب احنا برضو مصر عايزين نروح على مصر يعني. يقول لنا بقى الجميل محمد قنديل. محمد قنديل محمد رجب صوت محمد قنديل الصوت القوي الجميل صوت مصر. هو استاذ شريف قال محمد قنديل لاني انا قريب حفيده. والله حفيده. اهلا وسهلا. محمد قنديل اصلا من اسكندريه. اصلا دي معلومه جديده بقى يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولولها معلش يا أمي أمانة تبوسولي إيديها وتسلموني على بلادي. أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد علمت في ايدي اسم شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد علمت في ايدي اسم شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد. آخر نفس فيا بنادي أموت وأنا بحبك
حاجه الاحساس فظيع. انت بتعمل ايه معاهم علشان تديلهم الاحساس القوي ده؟ ولا هم جايين لك جاهزين؟ لا هم لا طبعا، هو الاحساس موجود الاول. الاحساس ده موجود عند احنا عاملين المطرب 3 حاجات: احساس، حضور، صوت، ترتيب كده. هو احساسه عالي جدا وصوته قوي جدا. بتعيط يا مصطفى؟ انا حسيت انك بتعيط غصب عني والله. ودي حاجه جميله جدا على فكره، ان الفنان يكون احساسه. وعلى فكره يعني الشباب في المرحله العمريه دي احساسهم بيبقى مرهف قوي قوي قوي. بلاش بس تستقصدوه بقى وتجيبوا كاميرا كده، انا برضو هعيط يعني. دي حاجه جميله قوي ان الفنان يكون عنده الاحساس. بس طب قولي بقى، لو حصل لك مشكله ان وانت يعني منفعل في الغناء كده وتقوم معيط وداخل مسابقه، دي تبقى مشكله، دي هتعمل ايه؟ هو العياط ولا بتبقى مركز قوي لدرجه انك ما تعيطش؟ لا، هو نتيجه الاحساس العالي ان البني ادم ممكن يوصل ان هو، فدي حاجه كويسه مش وحشه. من سماع القران او من الموسيقى بالظبط. دي حاجه بس انا عايزه اسالك انت، يعني لما بيبقى في اي نوع من انواع المسابقات بتتحكم في نفسك ازاي انك انت ما تعيطش؟ انت بتحاول قد ما في نفس الوقت لازم تخرج الاحساس. أكيد. يعني ازاي تخرج الاحساس وفي نفس الوقت دموعك يعني هو حضرتك عشان تخرج الاحساس لازم تكون مع نفسك. مش مدي يعني تنسى ان في جمهور وفي لجنه وفي اي حاجه، كانك بتغني لنفسك. ما تعملش اي حاجه، ده عشان تخرج الاحساس. ساعه ما تحس ان انت خلاص حاطط توتر، تقدر ان انت تعيش في مود يخليك انت تعيط، تبدا تفكر نفسك ان انت على مسرح في ناس قدامك. دي حاجه صعبه على فكره. هي صعبه جدا في احساسي في نفس الوقت لازم اغني باحساس، لان انا لو ما غنيتش باحساس الاغنيه مش هتوصل صح. الاحساس حليم. طبعا. محمد رجب، انا حاسه ان انا نفسي اسمعك وانت بتغني للعزبي حاجه كده شعبيه، مش عارفه، حاسه انه يعني مش كده، يعني بما انه حفيد محمد قنديل طبعا ده فن شعبي. وعلى فكره الفن الشعبي ده من ارقى انواع الفن طبعا، مش كده؟ طب ما سمعني حاجه كده حتى لو مش محضرين حاجه. محمد قنديل او محمد العزبي مثلا، يعني 3 سلامات جميله. قول. ممكن نعلمها مين؟ اغنيه ايه؟ 3 سلامات. 3 سلامات يا وحشني. كلمات. تعالى يا مصطفى، دي اغنيه يعني اغنيه مفرحه. 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام، 3 سلامات يا وحشني، 3 أيام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول وده أول بعد بيطول. 3 أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزوز. يقاسوني عليك مأساة، يناسوني هوا ملسى، يقاسوني عليك مأساة، يناسوني هوا ملسى. يا مال الدنيا فعليا، يا مال الدنيا فعليا، 3 سلامات وشوية، 3 سلامات.
تركيز ده، تركيز رائع، يعني مش عارفه اقول ايه، يعني اكتر من رائع. بسم الله ما شاء الله. المواهب الجميله الشابه دي بتحتاج كام ساعه تمرين؟ احنا بنتمرن يومين في الاسبوع، يومين في 3 الاسبوع ساعات. كفايه؟ عشان هم عدوا مرحله بقى الحمد لله، هم دلوقتي يعني شبه محترفين بصراحه. بتكفي. طبعا هم يعني طبعا في جيل تاني بيطلع بيتمرن لسه جاي جديد، بس هم عدوا مرحله ان هم حاجات بسيطه في كوليس، حاجات سولفيج، حاجات زي كده، بس طلع اغنيه جديده، هو ده اللي بيتعامل معاهم دلوقتي. الحمد لله بقى عندهم تمكن وعندهم خبره كمان في التعامل مع المايك والتعامل مع الجمهور. ده رائع كمان، لان دي مشكله ممكن يكون الفنان كويس جدا لكن مش قادر يتواصل مع احنا بنعلم كل حاجه. احنا مش موسيقى عربيه بس او شغل اكاديمي، لا احنا بنعلم كل حاجه. ازاي يتعامل مع المايك، ازاي يقف يتحرك، ازاي يتعامل مع الجمهور، احساسه امتى يطلع، كل ده بنعلمه لهم ان شاء الله. تمام. طيب البنوتات الحلوين دول هيغنوا لنا حاجه؟ منا بقى تقول حاجه للسيد درويش. يلا بس احنا عايزين نغني حاجه تانية غير سيد درويش. والله عايزه يعني عايزين حاجات تانية بقى كده، زي ما سمعنا للام وسمعنا للوطن وسمعنا لسيد درويش، نسمع حاجه تانية زي ما انت عايزه. اللي انت عايزه منها جاهزه معانا هي. طيب. وبسمع تحبوا تغنوا ايه؟ ام كلثوم؟ بسمع نقول بس قولي ام كلثوم بسمع من حاجه. تمام ماشي. اغنيه ايه؟ هتقول ايه؟ حب ايه مثلا؟ حب ايه اللي جاي تقول عليه؟ مش بطريقه اللمبي بقى، بطريقه ما تفتريش على صوتك بقى. الله 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 عليك. انا بحب ام كلثوم قوي اصلا.
صوتها قوي بس هي حرام تعبانه، وغنتها بنفس الوقفات بتاعت السيده العظيمه. هي بتحب تغني ام كلثوم. يعني في فنان بيغني بطريقته او بيغني بالقفلات بتاعته، لكن بنفس شخصيته، لكن هي غنتها ودي حاجه صعبه مش حاجه سهله. كمان بسمة بتغني احسن من كده بكتير. لا هي يبان عليها صوتها تعبان جدا. مش جاي بصراحه. انا حتى بتعلي الطبقه انا بقيت ابصلها كده يا ربي طب يعني هتقدر تجيب الطبقه ولا لا بس هم حاجه فعلا جميله قوي 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 واصواتهم مختلفه. طبعا عايزين بقى نسمع كده على طول قبل ما الوقت يدهمنا اغاني كده حلوه كده. هتختار لنا ايه؟ عايزه منى ولا عايزه مصطفى بقى؟ اختاري حضرتك. لا هم بقى مصطفى هيقول لك حاجه منى على رمش عيونها، ومنى تقول لك حاجه برضو. انا هقول ممكن فيروز سالوني الناس. سالوني الناس. خلاص تحب مين فيكم الاول مستعد؟ طبعا ليه خلاص عبال ما تلملم انت المشاعر بتاعتك. بس احنا عندنا حاجه كويسه قوي في الفرقه عندنا، مفيش حاجه اسمها عندنا اسمها الفريق الجماعي. كلنا واحد. رحنا حفله مثلا حضرتك انا بيباصوا لبعض معانا 15 مطرب، ممكن اتنين يطلعوا بس. مفيش مشكله عندنا. بسم الله بحب وتراب. زي ما دلوقتي بص انا قلت مثلا لمنى غنت لا خلي بسمع، دي حقيقه بجد يعني جوه. انا مرباها لهم من زمان في صغرهم حته مفيش حاجه اسمها انا في المجموعه. انت مش هتتكلمي في الكلاس بقى في الفصل تشربي بقى وتقعدي ساكته كده تعبانه جدا بتغني كل يوم وكده فبيجي لها اجهاد على صوتها. احنا كان عندنا حفلتين امبارح طبعا، فبصراحه غنت كتير بقى. في احبال صوتيه طبعا بتستهلكها كتير هي، فلازم تريحها. الاحبال الصوتيه دي كل ما كبر بنا العمر بتقل طبعا. وحتى الاحبال الصوتيه لو قويه وعملنا عليها اجهاد برضو. طب احنا مش عايزين نتكلم عشان حظها كل ما نيجي تغني نتكلم، مش هنتكلم خلاص مفيش اسئله، امنع الكلام يلا. فيروز انا بحب الاغنيه دي قوي. غني
هتغني لنا ايه مصطفى؟ سماحه خلاص بقى مش هنتكلم. حاجه اسكندراني بقى، بيقول موال اسكندراني تحفه. وانا كنت بلدي اسكندريه محضر حاجات يعني. طيب قول احب حاجه انت عايز تقول. بلدي اسكندريه. نقول بلدي اسكندريه. الحلو بلدي اسكندريه. بلدي اسكندريه. اسكندريه بلدنا بنحبها طبعا. طيب ولا دي نختم بيها؟ بلد اسكندريه؟ خلاص نختم بلد اسكندريه. غنينا ايه احنا لسه دلوقتي محضر حاجه للام يعني. خلاص غنينا للام، عايزين بقى تغني لنا حاجه. كنت هتغني لنا ايه دلوقتي؟ هنمشي عيونها الظروف. محمد رشدي؟ لا صوفي. على رمش عيونها. طيب ايه؟ يلا على رمش عيونها؟ ماشي. طيب يلا عشان شعره حلو. شعره حلو عشان نبقى غنينا اغاني متنوعه بس. بالظبط عشان بس كمان تلبس الكلام. مين دي؟ يلا وبشكركم على الليله الجميله اللي كنتوا موجودين فيها معانا النهارده. بشكركم فردا فرد. بحيي فيكم الاحساس والروح الجميل. بقول هي دي مدينه الاسكندريه اللي دايما بيطلع منها المواهب الجميله الحلوه. حافظي على صوتك وما تغنيش، ما تستعفيش نفسك كده. انا كنت عايزه اقول لك حاجه برضو، ان دايما لما بنشوف الفنانه الكبيره شيرين عبد الوهاب، مش عارفه هتصلح لي المقوله دي المايسترو شريف ولا لا، وهي بتغني دايما بحس لما بتغني من غير موسيقى ما بتكيتش صوتها، يعني بتقول الموال بس ما بتقول السهل ما بتحملش على صوتها قوي. انت نيرفز وانت بتغني، وده بيأثر. انا دارسه شويه موسيقى على فكره. بتغني خلاص اوريدي انا كنت في الكورال فعلا، عشان كده كنت حافظه شويه. خلاص بقى لازم حضرتك تغني بقى، مش كده؟ تغني معانا بقى مع بعض، وبنتي كمان. بنتك معانا خلاص. بحييكم كلكم. محمد
خليني افتكر محمد سليمان ومحمد محمود محمد محمود على الكمانجة، ومنى وبسمة ومصطفى، خلاص عرفت اسمك يا مصطفى، ومحمد رجب. بشكركم وبشكر كمان المايسترو شريف عزت، وبرحب بيكم وبوجودكم معايا، اسعدتوني النهارده واطربتونا، ونتمنى كمان ان احنا نشوفكم مره تانية، ونتمنى ان انتوا على طول تاخدوا الجوائز، تحصدوا الجوائز دايما اول الجمهوريه ان شاء الله. هنختم باغنيه ايه؟ مصر بقى اغلى اسم مصر، كلنا مع بعض. طيب اختم مع الساده المشاهدين، مشاهدينا الكرام، الى هنا انتهت حلقتنا النهارده من برنامج الفن الاسكندراني. نتمنى ان حضراتكم تكونوا سعيتم معانا. لا يسعني سوى ان اشكر زميلتي المعده اماني عزت، وبقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها. مشاهدينا الكرام، نراكم على الف خير في الاسبوع المقبل. لكم منا ارق التحيات. ربنا